حبايبي الحلوين، يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه؟ جيت لكم في فيديو جديد، وفيديو النهارده هيبقى روتين خفيف كده بسيط، يا رب يعجبكم. اول حاجه بعملها من بالليل بحط الهدوم اللي عايزه تتغسل في الغساله، واصحى الصبح وانا بغسل وشي في التويلت اعمل ايه؟ ادور عليها الغساله، بحيث ان انا انزل او اروح او اجي اعمل كل اللي انا عايزاه، وتكون الدوره شغاله انشرها على طول عشان ما كسلش. وبعد كده صحيت قلت بقى هوي البيت شوية. الجو النهاردة كان ساقع جدا، درجة الحرارة كانت 9، فالجو كان صعب، بس انا قلت ابدا لازم اتحدى الكسل. دخلت بقى على البلكونة وجبت المكنسة. طبعا كان فيها تراب كتير، انا مش عارفة التراب ده بيجي منين بصراحة، مع ان احنا الجو مش تراب يعني، ده بالعكس. فقلت ايه عشان انشر على نظافة كده والغسيل ما يتطربش، فايه انضف البلكونة قبل ما انشر الغسيل. وبعد ما بشفط التراب كده بجيب حته مبلوله من المطبخ، وابتدي ان انا ايه امسح العواميد الصغيره دي. لو انتوا لسه ما حطيتوش لايك، حطوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس واكتبوا لي كومنت كده حلو زيكم، وشجعوني عشان انزل فيديوهات اكتر. وقولوا لي بقى بتتابعوني منين، وكل واحد يقول لي هو بينظم وقته في ترويق البيت ولا سايبها على الله كده، مش بتحطوا جدول والكلام ده. هنا بقى مسحت، قلت بالمرة امسح السور وامسح الحبال، لان انا لقيت البلكونة مطربة، فتوقعت ان الحبال هيكون عليها تراب. وبرضو الترابيزة دي كانت عايزة تتلمع، كان عليها تراب كتير قوي. طبعا انا هدومي اتبهدلت، اتردمت من البلكونة. الترنج اللي انا كنت لابساه ده، بالمناسبة الترنج ده من الستور بتاعي. قولولي رأيكم في ايه، هو ترنج كامل كده على بعض، او ممكن لو حد عايز ياخد كل قطعة لوحدها ممكن، مفيش مشكلة يعني. قولولي ايه رأيكم فيه. وطويل ووتر بروف البنطلون والجاكيت، الاتنين ووتر بروف عشان المية والكلام ده. هنا بقى ايه، كنت بشفط البلكونة كلها عشان الارض تبقى نظيفة، وبعدين رحت جايبة الغسيل وقلت ايه ابتدي ان انا انشر. طبعا يوسف ما راحش الحضانة النهاردة، الجو كان ساقع قوي الصبح، خفت انزله فيعي او حاجة. هو اصلا من نوع ما بيحبش يلبس تقيل نهائيا خالص، هو ممكن يلبس مثلا الدفاية من تحت وعليها سويت شيرت مثلا، ما يحبش يلبس كتير، فخفت عليه بصراحة ينزل. قولولي بقى الولاد عاملين ايه في الامتحانات، ودنيتكم عاملة ايه؟ يعني انا الحمد لله لسه ما دخلتش المرحلة دي، كلها سنة بالكتير وهدخل المرحلة دي. في واحدة كتبت لي كومنت الفيديو اللي فات بتقولي انتي بتستعملي ايه لشعر يوسف. بصي هقولك على حاجة، اولا الشعر ده، الشعر الحلو عامة بيبقى وراثة، يعني ما بيبقاش عشان انا عامله له حاجه، لا، هو الشعر الحلو بيكون وراثه عموما. انا بقى بحسن الموضوع ده يبوظه. انا الحمد لله من يوم ولادة يوسف وانا عارفه ان هو شعره ما شاء الله حلو، فما حبيتش ابوظه، ولا بقيت احط كريم، ولا انزل اجيب له جل، ولا الكلام ده. يعني الحمد لله حتى شعره لما بيطول انا ما بلحقش اصلا ان انا اقصره له عشان يطول، الحمد لله. بلس ان انا مهتمية بحاجات كتير قوي عند يوسف، هقولها لكم على الفيديوهات وهتعرفوها. المهم هنا دخلت على المطبخ، قلت ايه اظبط شوية المواعين اللي في الحوض، ما كانش فيه مواعين كتير، هو شوية كوبايات بس. طبعا إيه الشورى دي؟ الصورة شرحة نفسها، فهقول لكم انا بعمل ايه. انا ما بعملش حاجة غير ان انا مثلا بجيب شامبو وكونديشنر كويس، اللي انا بستخدمه لنفسي بستخدمه ليوسف، لان انا برضو بهتم بشعري، فبجيب حاجات خالية من السلفيت، ده اساسي. سواء بقى عاملة بروتين مش عاملة، عاملة ترامين مش عارفة مش عاملة، اللي انا بستخدمه لنفسي بستخدم ليوسف منه. يعني ما مثلا ما بغسلوش بالشامبو مثلا بتاع القشرة بتاع باباه، مستحيل. هتقولي لي ليه؟ ما هو بتاع ولاد، لا بيبوظ الشعر، وانا حاسه ان الشامبو ده بينشف الشعر. ما بجيبلوش ليه؟ ما بجيبلوش ليه بتاع اطفال. كل بتوع الاطفال، كل الشامبوات بتاعه الاطفال انا جربتها من اغلى حاجه لارخص حاجه، اذا كان سانوسان بقى ولا اذا كان جونسون ولا باندولين، كل الحاجات دي انا جربتها. مش قادره اقول لكم كانت بتنشف شعر يوسف ازاي، بتخليه غريب هايش. هو اصلا طبيعه شعره ناعمه من غير ما احط عليه اي حاجه، فكان اوفي انت بتعمل ايه؟ انا عامله صوري. بتعمل ايه؟ ازاي؟ انت ليه خدت الحاجه من على التلاجة؟
هيا اوفي، نعم. استأذنتني؟ لا ما استأذنتنيش، ما سمعتكش. هي الحاجات دي احنا بنلعب بيها اصلا؟ لا مش بنلعب بيها، مش بنلعب بيها يا اوفي. ممكن ترجعها مكانها؟ اوفي بكلمك. نعم. ممكن ترجعها مكانها؟ لا. ليه بقى لا ليه؟ أنا كوبي خوب وخوب. مش احنا بنسمع كلام ماما ولا لا؟ لا. مش بنسمع كلام ماما؟ كلام نودي. صح؟ نسمع كلام رودي صح؟ ممكن تحط الحاجة على التلاجة؟ طب يلا وريني هتحطها ازاي. بالراحة على مهلك. ايه الشطارة دي؟ انا عندي حبيبي شاطر وبيسمع كلام مامته صح؟ ايه الشطارة والحلاوة دي يا اختي؟ شاطر، بالراحة. شاطر، برافو عليك. ايه الشطارة دي؟ شاطر يا اوفي. يلا بقى نروح نلعب في اللعب بتاعتنا احلى صح؟ يلا روح خد ديفا معاك. يلا يا ديفا نادي عليها يا اوفي. رجعت لكم تاني. انا ليه بقى حبيت احط المقطع اللي فات ده؟ لو انتوا وصلتوا لحد هنا من الفيديو يعني حبيت اوصل بس حاجة صغيرة كده قوي لكل ام صوتها بيطلع بتزعق كلنا كده، وانا مش طول الوقت بتعامل مع يوسف بنفس الاسلوب. بس انا اكتشفت اكتشاف ان الاسلوب ده هو اللي بينفع مع الولاد، مش الزعيق وان صوتك يجيب الجيران وانك تضربيه وانك تعملي. مش دي الطريقة اللي بتخلي العيل يسمع الكلام نهائي. يعني شفتي لو عدت المقطع ده تاني عيديه واتفرجي عليه، انا كلمته بنبرة الاول عالية، اللي هو انت ايه اللي خلاك تعمل كده؟ انت استأذنتني؟ قال لي اه استأذنتك. قلت له لا ما سمعتكش. وبعد كده رجعت اوطي النبرة، انت بتعمل كده ليه؟ طب ما ينفعش نلعب بالحاجات دي. قال لي لا ينفع نلعب بيها. قلت له مش احنا بنسمع كلام ماما؟ بصوت واطي. معلش جالي مكالمة رجعت لكم. فزي ما بقولكوا كده هديت النبرة. هو احنا مش بنسمع كلام ماما؟ قال لي لا بنسمع كلام ماما. وقام يحط الحاجة على التلاجة، لان انا كلمته باسلوب مفهوش زعيق، مفهوش نرفزه، مفهوش لغه الامر. فتعالي نقلب الايه بقى. لو احنا عملنا العكس وقوم حط الحاجه ومحدش قالك شيلها من مكانها، هسمع عياط، هيرمي الحاجه في الارض، مش هيعجبه الكلام. فانا قلت له لا، لعبنا احلى، روح العب بلعبك احلى من الحاجات دي. فده الاسلوب اللي انا دايما بحاول ان انا اتبعه مع يوسف. في كل مش في كل الاحيان بصراحة، في بعض الاحيان في حاجات ما بقدرش اسيطر فيها على اعصابي وصوتي بيطلع زيكم وبزعق وبعمل المهازل يعني. وساعات جوزي بيبقى طالع من تحت سامع صوتي. بس مش في كل الاوقات، لان انا في الاول وفي الاخر ده راجل، انا بربي راجل، فلازم اطلعه عنده شخصية، ولازم في نفس الوقت يطلع بيسمع كلامي وبيحترمني. بس ما ينفعش ان انا كتر الزعيق بيضعف الشخصية. ده دكتور قال لي كده، كتر الزعيق والضرب بيضعف شخصية الطفل. فانا مش عايزة ابني يطلع شخصيته ضعيفة او يطلع مهزوز او يطلع الكلام ده. عايزاه يطلع راجل بيقدر ياخد قرارات، بيقدر يتحكم في نفسه، لان زي ما انا بربيه هو هيربي ولاده. فانا دايما بحاول ان انا اتحكم في اعصابي. مع يوسف بالذات بحاول امسك نفسي على قد ما بقدر، ما بضربوش قدام حد، ما بزعلوش قدام حد، حتى في الشارع لو عمل حاجه غلط بضطر ان انا امسك نفسي، لان انا مش عايزاه يحس ان هو ان انا بتضرب قدام اي حد، فالموضوع مش فارق معاه. المهم الشورى برضو الصوره شارحه نفسها. هنا انا كنت خلصت المواعين وغسلت الحوض ودنيس تمام. ده نسكافيه حلو قوي. انا لحد دلوقتي مش عامله مقاطعه يا جماعه بصراحه في النسكافيه بس، يعني في اي حاجه تانية اوكي. حتى تايد اللي كان عندي في الحمام ده عندي بقاله كتير قوي، لكن انا لحد دلوقتي مش عارفه اعمل مقاطعه للنسكافيه، مش قادره، مفيش حاجه بتظبط دماغي غير النسكافيه البلاك ده. فجربت اللي انا وريتكم صورته ده حلو. الكيس تقريبا، بس هو غالي، الكيس ب7 جنيه، فعجبني. فقلت ايه يعني هحاول ان انا اتأقلم عليه عشان موضوع المقاطعة وكده. هنا بقى كنت خلصت وطلعت بانيه. النهاردة هتغدى بس انا ويوسف، فقلت هعمل اكلة ايه على قدنا كده انا وهو، بطاطس وستريبس وكده.
هنا قلت اعمل شاي بقى اروق على نفسي عشان انا تعبت في المطبخ وتعبت بره. هنا بقى رحت جايبه البانيه، مش قادره اقول لكم ريحه التتبيله وانا بفتح الكيس كانت ريحتها عامله ازاي. جربوا تحطوا الحاجه في الفريزر بتتبيلتها، والله تحفه. والبانيه ما خدش وقت على النار، لان البصل اصلا يعني ميه البصل اللي انا حطاها دي بتساعد في السوا اصلا، فما خدش وقت. 5 دقايق او 7 دقايق بالظبط وطلعته من النار. بقطع الستريبس صغير كده. انا يوسف عندي اولا من حاجه من الحاجات بقى، معلومه يلا من المعلومات اللي هديها لكم، ادعوا لي بس. اهم حاجه انا ابني ما يعرفش يعني ايه البيبسي. انا عمري يعني هو دلوقتي عنده 3 سنين و9 شهور، عمري او 10 شهور عمري ما شربته بيبسي، عمري ما دوقتهوله في حياته. لدرجه ان احنا من شهر كده كان حد بيديله شاليمو عشان يشرب بيبسي، ولا الهوا تفه. يعني هو ما يعرفش يعني ايه بيبسي اصلا. يعني انا النهارده مثلا كان سهل عليا قوي ان انا اجيب اكل من بره، بس انا اصلا ضد الاكل بره حتى من قبل العمليه. انا اصلا ما بحبش اكل بره، يعني انا بالنسبه لي اعمله ستريبس في البيت وشويه بطاطس وانا ضامنه الحاجه وانا اللي عاملاها وكل حاجه. فحاولوا على قد ما تقدروا تقللوا الاكل من بره. موضوع مش هقول لكم ان انا ام مثاليه ما بجيبلوش حتى شيبسي ولا الكلام ده، لا بجيب له بس في النطاق المحدود يعني، وما بجيبلوش الحاجات المضره يعني. وما فيش حاجه اسمها ماك ولا في حاجه اسمها كنتاكي ولا الحاجات دي من بره نهائي. حتى هو مش عارف يعني ايه ماكدونالدز اصلا، مش متعلق بالحاجات دي وان هو لازم يروح المكان ده. المهم هنا ايه، هقول لكم طريقه الستريبس سهله كده سريعا. انا بجيب شويه دقيق واحط عليهم ميه، وانا ما بحطش بهارات، ما بحطش التوابل، انا خلاص كده كده حاطه اصلا. حطيت بس شويه بهارات بطاطس بتخلي طعمها تحفه جدا وشكلها حلو. و... ويا دوب بس بغرقها كده، وحتى ما بسيبهاش، مش لازم تشرب من التتبيله يعني. اهم حاجه، اهم نقطه في الموضوع ده، ان انت لازم تعمليها في البريدنج ده وعلى طول تحطيها على النار، ما تسيبيهاش. لو سبتيها هتلاقيها لزقت في بعض والبريدنج فك. بصوا بقى اسمعوا الصوت. ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تحطوا لايك وتشتركوا في القناة. باي.